هل مررت يوما بلحظة شعرت فيها أن العالم كله قد انقلب ضدك، أن الأبواب أغلقت والقلوب تغيرت والأرض بما رحبت ضاقت عليك؟ هل أحسست أن الألم قد اخترق أعماقك وأنك أصبحت غريبا حتى عن نفسك؟ ذلك الألم الذي لا يرى ولا يحكى، لكنه ينهش القلب بصمت ويجعل كل يوم يمر كأنه جبل لا يزاح. لكن توقف لحظة واسأل نفسك، هل الألم نهاية الطريق أم بدايته؟ هل هو كسر ينهينا أم كسوة تعيد تشكيلنا؟ لماذا نخاف الألم ونكرهه ونهرب منه رغم أنه كثيرا ما كان المعبر نحو أجمل ما فينا؟ الحقيقة التي لا يود الكثيرون سماعها هي أن الألم جزء من نضوجنا، أن التحديات ليست لعنتنا، بل قد تكون أعظم نعمنا متخفية في أثواب قاسية. في خضم الألم يتجلى الإنسان الحقيقي، في لحظات الانكسار يولد أعظم الإبداع، وفي ظلمة الليل تشتد الرؤية ويصفو البصر وتنكشف الحقائق. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنعيش حياة خالية من المصاعب، بل خلقنا في كبد، لأن في الكبد تكمن الحكمة وتصقل النفوس وتهذب الأرواح. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال أيضا: إن مع العسر يسرا. ولم يقل بعد العسر، بل قال معه، أي أن اليسر يولد في رحم العسر لا خارجه. فلا تتعجب إن مررت بضيق، ولا تيأس إن تأخر الفرج، لأن ما تراه اليوم ألما قد يكون غدا سبب نهوضك وبداية قصتك الأجمل. كم من إنسان ظن أن نهاية حلمه في تلك اللحظة الصعبة، ثم اكتشف بعد حين أنها كانت البداية الحقيقية. كم من شخص ضاع منه كل شيء، ثم هداه الله إلى نفسه وإليه. الألم لا يقصد به أن يدمرك، بل أن يوقظك، أن ينقيك، أن يخرج منك أعظم ما فيك لو أحسنت قراءته. ولكن كيف نحول الألم إلى طاقة؟ كيف نجعل من التحدي جسرا لا حاجزا؟ البداية من داخلك، من وعيك، من إدراكك أن الألم اختبار لا عذاب، وأنك ممتحن في صبرك، في إيمانك، في نيتك. فهل ستجعل الألم يكسرك أم سيكسو روحك بصبر يليق بك؟ الإيمان لا يعني ألا نحزن ولا أن نتظاهر بالقوة دائما، بل يعني أن نوقن أن وراء كل ألم حكمة، وأن نثق أن الله لا يبتلينا ليعذبنا، بل ليطهرنا ويقربنا منه. قال رسول الله: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. كل وجع، كل دمعة، كل تنهيدة في جوف الليل لها وزنها عند الله. فهل هناك أعظم من أن تكون لحظة ألم هي سبب غفران ذنب أو رفع درجة أو فتح باب لم تتخيله من قبل؟ حين تتألم قل: اللهم اجعل هذا الألم سببا لرضاك عني، وسبيلا لتزكية نفسي وإصلاح قلبي. اللهم لا تجعلني أخرج من هذا الألم كما كنت، بل أجعلني أقرب إليك وأصفى قلبا وأقوى نفسا. ولتعلم أنك لا تملك الأحداث، ولكنك تملك اختيارك في التعامل معها. تملك أن تنهض، أن تتعلم، أن تعيد البناء، أن تمشي ولو ببطء نحو النور. التحدي ليس في أن تتفادى الألم، بل في أن تصنع من وجعك حكاية تروى، نورا لغيرك وإلهاما لمن بعدك. فلا تستصغر دمعتك ولا تخجل من انكسارك. ربما كان انكسارك هذا هو المفتاح الذي سيطرق قلبك ليراه الله أنقى وأقرب. وتذكر أن يوسف عليه السلام لم يصل إلى الملك إلا بعد البئر والسجن، وأن موسى لم يكلمه الله إلا بعد التيه والخوف، وأن محمدا لم يبعث نبيا إلا بعد العزلة والتأمل في الغار. فكل خطوة مؤلمة تقربك من الحقيقة، وكل عثرة تفتح لك بابا جديدا للمعرفة وللإيمان. فهل ستجعل ألمك لعنة أم هدية؟ هل ستدفنه في قلبك أم تزرع به شجرة عظيمة الثمر؟ اكتب لنا في التعليقات، ما هو الألم الذي غيرك؟ وما هي الآية أو الدعاء الذي كنت تردده في أصعب لحظاتك؟ ولا تنسى أن الألم لا يضيع عند الله، وأن الرحلة لم تنتهي بعد، وأن ما ينتظرك أجمل بكثير مما ذهب. فابدأ من الآن وتوكل على الله حق التوكل، واصبر وثق وامض في طريقك، لأنك بإذن الله أقوى مما تظن.